اهلا وسهلا البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنىكم كاملين تكونوا بخير وعلى خير، وتكون احوالكم واموركم كلها طيبه، وتكونوا بخير وعلى خير في صحيحتكم النفسيه والجسديه واللي حبيتوا. ونبداو بعد الفيديو بصلاه على نبينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واولا قبل ما نبداو في الروتين ديالنا واللي فيه اصلا موضوع كيكون داخل فيه، بغيت نرحب بالناس جداد في لاشين نوها اتوم، لاشين ديالكم وديالي، واللي اول مره غادي تشوف الفيديو بغيت نقول لك مرحبا بك والف مرحبا. ما تنسينيش الا عجبك المحتوى تخلي لي واحد اللايك صغير يشجعني، تشتركي في القناه باش كيبقى يوصلك كل جديد. ونبداو دابا نيشان ندخلوا في الموضوع بدون مقدمات، ولكن بعدا بغيت نسولك وتجاوبيني بصراحه. وراه غادي تجاوبيني، ولكن غادي تجاوبي راسك هو الاول. واش كتعطي راسك حقه كيف ما كتعطيه للناس؟ واش كتهلاي في حالتك وفي صحتك النفسيه والجسديه؟ واش كتستثمري في راسك؟ واش دايره راسك بلاصه في وسط الناس اللي في حياتك ولا لا؟ ضروري ما خصك تجاوبي بعدا على هذا السؤال، عاد ندوزو لي زيتاب الاخرين. ايوا هو غادي تقولي لي راه عندي اعذار، الوليدات، الخدمه، تنعيه، مريضه، عندي مسؤوليات، هادشي كامل عندنا. ولكن كاينين عيالات اللي فريمون كيتهلاو في راسهم، كيحطوا راسهم اولويه، وكاينين عيالات كتقول لك ماشي مشكل، نسبق فلان وفلانه وانا تنسالي راسي عاد نقضي غراض. بقيتي تابعه الدار والوليدات والراجل، العائله، الناس اللي يحتاجك يلقاك، ما كتخلي ما تعطي، ما كتخلي ما ديري، كتاخدي من وقتك وجهدك وتعطي لعباد الله، وانتي والو ما كتقدريش ديري نفس الشيء لراسك. كتلقي راسك صافي عييتي وطحتي في الاهمال ولا مبالاه، واليوم غدا اليوم غدا حتى كتلقي راسك وليتي بحال شي خدامه. انا هنا لا اسيء المساعدات، شحال هادي كنا يعني الخدامه صافي دير شي وحده اون بون كتجي كتعاونك في الدار. وفاش كتقولي لشي وحده مالكي وليتي دير بحال شي خدامه، كيتخيلوا انه الخدامه غتكون منتوفه في شعرها، حالتها حاله حوايجها مقطعين ومسخين، ومهم حالتها مكرفسه. مع العلم انه دابا المساعدات اللي كاينين راه كيكونوا ملصقين الضفران ومقادين شعرهم وصابغينو ولابسين مزيان، ومهم كتشوفيها كتضربك على الشعه والريحه وكذا، وتا هما يعني ولاو كيطلبوا واحد الثمن معين في داك السيرفيس اللي غادي يقدموا. يعني بزاف ديال الحوايج تبدلوا، ولكن انتي بالذات ما تبدلت فيك حتى شي حاجه. يعني باقي كديري نفس الحوايج اللي نتيا كديريهم مع الناس على اكمل وجه، كديريهم كيف ما خصهم يداروا، ولكن كتجي حتى لك نتيا وكتعكسيها وكتقولي بلاتي داي حبسي تا نسالي بعدا ما عبد الله عاد ندوز لي كتبقاي هكا اليوم غدا اليوم غدا اليوم غدا حتى كتولي حالتك ويامك كيقولوا. ماشي بالضروره حتى تكوني لاباس عليك وعندك الفلوس وعندك مدخول وهذا عاد باش تقولي غندور بحالتي. راه كاينين ناس اللي كيشريو الحوايج غير من البال، اثمنه بسيطه، ولكن كيعرفوا كيفاش ينسقوا الحوايج. وكاين اللي العكس، كاين اللي كتكون لاباس عليها وما كتهلاش في راسها نهائيا، الخير ديالها ما كيبانش فيها، كتكون يعني كتشوفيها كتقولي هذه دايزه فيها الصداقه. ولكن لو كانت تعرفي انه راه عندها لي مايا، عندها الفلوس، ربي رازقها، كتقولي وكيفاش هذه عندها هادشي كامل ما كتهلاش في راسها. ما بقاتش في شحال عندك واش عندك ولا ما عندكش، راه بقات في كيفاش انتي كتبغي تشوفي راسك. واش باغا تعيشي سنك بالرغم من الظروف والمسؤوليات والضغوطات اللي كيف ما عندك عند كاع عباد الله. كاينين الناس اللي يعني عطاهم ربي ابتلاء وكل شيء، ولكن مع ذلك كيعيشوا سنهم، كيعيشوا حياتهم كيف ما خصها تعيش، حيت كيف كنقولوا غنعيشوا مره واحده، وسنك فاش غادي تعيشيه ما غاديش يتعاود. العشرينات غتعيشيها ما غاديش تعاود ترجع، الربعينات غتعيشيها وما غتعاودش ترجع، الخمسينات غتعيشيها وما غتعاودش ترجع. على دابا الجهد اللي عندك، واش غادي تقارنيه بالجهد فاش يلاه بلغتي، ولا الجهد ديال فاش
كنتي باقا كتقراي في الليسي وعندك داك الحيويه وداك النشاط والطموحات وكتفكري وكتقولي غادي نوصل لهاد لاج وغنكون وغندير كيكونوا عندنا بزاف ديال الاحلام ولكن كتكون معاهم واحد الطاقه كبيره. سي نورمال مع الوقت كتكون غاده وهي كتنقص بسبب بزاف ديال العوامل، ولكن كاينين الناس اللي كيبقاو محافظين على داك الطاقه حتى لاخر رمق، واخا كتكون ناقصه ولكن كتبقى. في حين كاينين واحد اخرين اللي كتطفى ليهم صافي مع اول شوت، مع اول مشكل جاهم في حياتهم صافي تطفى نيشان. او لا مثلا فاش كيدخلوا لواحد لافاز مغايره في حياتهم، بحال مثلا حنا كنهضروا على العيالات المزوجات وهذا، كي كنتي خدامه كي كنتي جالسه في الدار، كاينه الاون فوا كتزوج صافي كتسالي عند الحياه، كتبدا عند حياه فقط للناس الاخرين، الوليدات، الراجل، الدار الى اخره. ما هي صافي كدير بوز لحياتها وكتولي المحور ديال الحياه بالنسبه ليها هو الدار، الوليدات، الراجل، العائله الى اخره. هاد السيركل هذا كتبقى كدور في وسط منه ولكن هي ما كايناش اخر من كيتقدر راسو حويجات ويتهلا فيه، اخر من كتشوف حتى هي واش عندها شي طموح شي هدف باغا توصل ليه، اخر من كيتهلا في صحته. كتتوكل وليداتها هما الاولين ولكن هي كتخلي راسها هي التاليه، تقدر تبقى بالجوع تعطيهم هما، تقدر تكون مريضه عيانه مهلوكه غير ترتاح كتنوض لعندهم وتعطيهم الخاطر وكلشي وما تطلبش المساعده من شي حد اخر. او لا مثلا تخلي الاب حتى هو يتحمل شويه المسؤوليه كيف ما هي ام حتى هو اب. علاش ديما خاص الام هي اللي تكون مضحيه، تضحي بكل شيء، تضحي ماديا معنويا جسديا؟ علاش؟ واش مكتوب ليها داكشي في جبهتها؟ واش ضروري عليها؟ ضروري خصنا الا ما درتوش راه صافي، راه هذيك راه ما مرا ما حتى شي حاجه، راه ما يمكنش. راه حتى انت خصك تعطي الفرصه لراسك. راه امتى غادي تفكري بهذه الطريقه؟ نهار غادي تطيحي في واحد الازمه، كيف ما قلت نهار كطيحي في واحد الازمه كتعيشي واحد الظرف معين، عاد كتشعل عليك داك الشمعه، ولا ما عاد كيقولوا عاد طفات عليك الشمعه، عاد انت كتعرفي بان راه درتي واحد الفالطه. غير هو انك تعرفيها قبل بزاف من انك دوزي واحد السنين اللي تقدري تصلحي فيها الغلط، احسن من انه يكون فات الفوت ديجا. واخا راه كيقولك اني جامي تخوطا، ولكن على الاقل تستفدي من واحد الجزء من حياتك اللي تقدري ديري فيه زعما بزاف الحوايج وتكون باقا عندك لينيرجي. دابا غندوزو الخطوات باش ترجعي شويه داك الشغف وتنوري من جديد، تعاود تشعل فيك داك الشعله، حيت هادشي اللي كنحتاجوه في حياتنا. راه ما يمكنش انه الانسان يكون غادي نورمال في حياته ويجي واحد اللحظه ويوقفها. اول حاجه واللي مهمه بزاف كتوضح لك الرؤيه وهي كتابه الاهداف. ضروري ما تكون عندك واحد لاجوندا تكتبي فيها شنو باغا ديري، شنو ليش باغا توصلي، شي هدف الا كان عندك كيف ما كان، سواء مادي سواء معنوي سواء صحي. الاهداف كيختلفوا من وحده للاخرى. كاين اللي الهدف ديالها انها تخدم دير واحد المشروع صغير تبداه مثلا، كاين اللي الهدف ديالها انها تنقص الوزن، كاين اللي الهدف ديالها انها ترجع تقرا، كاين الهدف ديالها الور من راسها باغا. مهم كل والهدف ديالها. اللي مهم هو انه تحطي لوبجيكتيف ديالك، سواء اللي قديم سواء جديد، مهم تحطيه وتكتبيه وديري الخطوات اللي غادي يعاونوك باش انك توصلي ليه. غير هو بطبيعه الحال يكون واحد الهدف اللي مقبول باش ما تطيحيش في الاحباط الا ما قدرتيش انك توصلي ليه. تاني حاجه وهي انك تخصصي واحد الوقت يومي ليك من 20 دقيقه حتى 30 دقيقه ترتاحي، ما ديري حتى شي حاجه، لا تكاي قراي تفرجي في شي فيلم كيعجبك ولا في شي حاجه. المهم ديري شي حاجه اللي غتريحك، شي حاجه خاصه بك انتيا. نساي الدار، نساي وليدات، نساي الراجل، نساي العالم، ديري شي حاجه اللي انتي كتريحك وكتعجبك. بغيتك تعرفي ان هاد الراحه راه ماشي رفاهيه ولكن ضروره، خديها على اساس جدي ماشي غير من الكماليات. حاجه اخرى وهي انك
تنقي راسك، تعلمي تقولي لا الا ما كنتيش باغا واحد الحاجه او لا ما كانتش ممكنه بالنسبه ليك ولا ما فيكش. تعلمي تقولي لا، راه ماشي حشومه وماشي عيب. وحاولي تعاملي مع راسك كيف ما كتعاملي مع الناس باش ما تندميش واحد النهار وتحسي بالتقصير من جهته. ايوا البنات يلا جيت من بيم، مشيت خديت شي حاجات كانوا خاصيني. خديت هادو ليكون حيت قطعوا لي ديالي بقاو غير ديال الحمام، وبيان سور ما يمكنش نغسل بهم الماعن حيت انا دايره وحدين ديال الحمام بوحدهم وديال الكوزينه. الساعه ديال الكوزينه تقطعوا لي ما عرفتش كيفاش، وكانوا مازال ما دوزوش ليا بزاف. خديت هذه كلينكس، خديت الفورس هذا، خديت دانون مسوس. بغيت نصاوب واحد الماسك لوجهي حيت البارح كنت خرجت مشيت لهذا الرباط وبقيت تما النهار كامل وكان الصهد والحراره والشمس مطنطنه وانا دغيا كتشد فيا الشمس سورتو في وجهي وفي يدي دغيا. ايوا غادي ندير ان شاء الله دانون مسوس مع هذا مع الدقيق ديال الروز، نديرهم ماسك ان شاء الله. ندير واحد الكوماج دابا نشاركو معكم. صافي خديت هادو لي كوطون ديسك، وخديت هاد الميكرو فيبر هادي غادي نجفف بها. هادو كينقيو مزيان، هاد الميكرو فيبر كينقيو مزيان وتيابسوربيو الماء بحال هكا. اللي ما كتبغيش تحط الماء ديالها في الشبكه هادي كتابسوربي الماء. صافي هادشي اللي خديت من بيم. ايوا اختي حتى لهنا غادي يكون سالي الفيديو ديال اليوم. نتمنى انه يكون كان عجبكم، ونتمنى نتلاقاو بخير وعلى خير في الفيديو الجاي ان شاء الله. سلامه.